حاليا ضايع واحد ترند اسمه البطريق العدمي. الناس كاملين في تيك توك تويتر انستغرام كيهضروا عليه. الفيديو اللي دار ترند هو واحد البطريق كيمشي بوحدو في الساقع بعيد على المجموعة ديالو، وكيمشي راحت باغي يمشي بوحدو. علاش الناس هضروا عليه بزاف؟ الناس شافت في هذا المشهد انه كاين واحد المعنى عميق، كيشبه الناس اللي عياو من الحياة الروتينية، الضغط النفسي والقلق، وحتى الناس اللي بغاو يهربوا من المشاكل. وهادشي اللي خلاه يولي ميم، وبزاف الناس كيهضروا عليه وكيعدلوه مع موسيقى حزينة وتعاليق فلسفية. لكن واش فعلا البطريق هذيك هي الطريق ديالو الحقيقية وهيدا كيتصرف؟ بالنسبة للعلماء قالوا لا، بلي ان هاد السلوك هذا ماشي عدمي ولا فلسفة. هاد السلوك هذا عبارة عن ضياع اتجاه ولا تعب، او بطريق صغير مازال ما عارفش الطريق مزيان. يعني راه سلوك طبيعي عند الطيور في بعض الحالات، ماشي شي حاجة معنوية. المشكلة ان الترند وصل حتى للسياسة، حتى بعض الحسابات الرسمية بحال البيت الأبيض نشرت الصورة ديال الرئيس مع بطريق في الثلج، والناس ضحكوا عليها حيت البطاريق ما كتعيش في جرينلاند ولا في القطب الشمالي. وحتى الكريبتو دخل الموضوع. كاين واحد الميم كوين سميتو بينغوان اللي طلع الثمن ديالو بزاف بعد ما ولا هاد الترند مشهور، وهادشي كيبان كيفاش الترندات كتقدر تأثر حتى في السوق. خلاصة ان الترند ديال البطريق العدمي ماشي غير فيديو ديال حيوان ولا واحد الرمز ديال التعب ولا الضغط، راه خلى الناس يشاركوه بكثرة في السوشيال ميديا، حيت داكشي كيعبر على الاحاسيس ديالهم، وما كرهوش يحيدوا من هاد البشر اللي دايرين بيهم حاليا وتا هما يمشيو بوحدهم. المهم اذا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش تضغط على اللايك ودعم لي اشتراك اذا ما كنتيش عامل اشتراك. كانت معكم هالة، باي باي.